السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد تاني، بس المرة دي مع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية. دلوقتي هنشرح كل حاجة بالنسبة للنادي الأهلي بمشاركاته ببطولاته بأولى مشاركاته لآخر مشاركاته، تسجيله الأهداف، كل الأرقام اللي أنت محتاج تعرفها قبل بداية المونديال مع النادي الأهلي هتعرفها دلوقتي حالا. بس قبل ما نبدأ متنساش دلوقتي حالا تنزل تعمل اللايك والسبسكرايب بتاعك الجميل جدا، وتقول لي رأيك في الكومنتس بعد ما نخلص الحلقة، وتشوف سؤال الحلقة اللي في الآخر، ويلا بينا ندخل شوف. مبدئيا كده النادي الأهلي شارك في البطولة ديت 7 مرات. النادي الأهلي برضو حقق البرونزية 3 مرات، وحقق المركز السادس في البطولة 3 مرات برضو، وحقق المركز الرابع مرة واحدة بس. أولى مشاركات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية كانت في 2005، البطولة الأولى للنادي الأهلي في مشاركته في كأس العالم. وآخر مشاركة للنادي الأهلي كانت في سنة 2021. والسنة دي النادي الأهلي هيشارك للمرة الثالثة على التوالي في كأس العالم للأندية. آخر مشاركتين للنادي الأهلي 2021 و2020، النادي الأهلي قدر إن هو يحصد فيهم جائزة البرونزية في المرتين، مرة على حساب بالميراس البرازيلي، والمرة التانية كانت على حساب الهلال السعودي. النادي الاهلي اكتر نادي مشاركه في البطوله بشكل عام، بقى النادي الاهلي الاكثر مشاركه. النادي الاهلي خاض في البطوله دي 18 مباراه. النادي الاهلي تاني اكتر نادي فاز في المباريات في البطوله ب6 مباريات، وده طبعا عشان كلنا عارفين ان ريال مدريد اكتر نادي فوز في المباريات في تاريخ البطوله ب10 مباريات، ويليه على طول منافسه التقليدي برشلونه ب7 مباريات. والنادي الاهلي تعادل في مباراه واحده فقط في تاريخ البطوله، وكانت مباراه بالميراس اللي النادي الاهلي فاز فيها بضربات الجزاء وحقق البرونزيه مع البيتسو موسيماني في 2020. نكمل ونقول لك ان النادي الاهلي يعني معاه رقم سلبي كبير قوي، وهو ان النادي الاهلي اكبر نادي خساره في تاريخ البطوله ب 11 مباراه خساره. وللاسف ان معظم الخسارات ديت كانت مع الجيل الذهبي كمان بتاعنا، فيعني الموضوع كده فيه اتنشن كده صعب. كما ان النادي الاهلي يسجل في البطوله ديت 17 هدف وسجل في شباكه 26 هدف. والمعدل اللي هو اللي على الجنب ده النادي الاهلي يعني -9، وده يعني الرقم الأسوأ في تاريخ البطوله كلها، يعني ارقام سلبيه وحشه كتير للنادي الاهلي. ولكن هنكمل دلوقتي مع الارقام السلبيه، وبندخل كمان في إن النادي الاهلي حقق اكبر هزيمه في البطوله كانت ب5-1 ضد مونتري في 2013. ونسيبنا من الارقام السلبيه كتير قوي ديت، وندخل على اكتر لاعبين مشاركه مع النادي الاهلي في بطوله كاس العالم، وهما وائل جمعه ومحمد ابو تريكه، الاثنين ب 11 مباراه. والاكثر تسجيلا للاهداف في تاريخ النادي الاهلي في البطوله كان محمد ابو تريكه برضو ب4 اهداف. ندخل بقى دلوقتي على المهم، مين اللعيبه اللي موجودين دلوقتي او اللي موجودين حاليا في القائمه بتاعت النادي الاهلي اللي هتروح المونديال، اللي موجودين وسجلوا اهداف في بطوله كاس العالم. وطبعا بما انهم سجلوا في كاس العالم يعني اكيد سجلوا في اخر نسختين مثلا. تمام. هنبدأ باللي سجلوا الأهداف، وهنبدأ بمحمد هاني اللي مسجل هدف وكان في شباك مونتري الموسم الماضي في المباراة اللي كان كلها غيابات، والنادي الأهلي قدر إن هو يتخطاها بفوز بهدف دون مقابل، وبعدها خسر من بالميراس 2-0 راح للهلال فاز عليه 4-0. وتاني لاعب مسجل برضو أهداف وهو حسين الشحات اللي سجل في النسخة قبل الماضية في شباك الدحيل القطري، البطولة اللي النادي الأهلي سجل فيها هدف واحد فقط. وبرضه حسين الشحات كان سجل مع نادي مختلف وكان العين الاماراتي في شباك ريال مدريد، وكده حسين الشحات مسجل هدفين في البطولة. وايضا من اللاعبين اللي مسجلين اهداف بشكل عام عندنا ياسر ابراهيم مسجل هدفين في شباك الهلال السعودي، عمرو السولية مسجل هدف في شباك الهلال السعودي، احمد عبد القادر مسجل هدف في شباك الهلال السعودي. فدول اللعيبه اللي موجودين دلوقتي حاليا في القائمه ومسجلين اهداف في كاس العالم. وطبعا مستنين منهم كتير قوي، وبالذات حسين الشحات ومحمد هاني، عشان الاتنين دول بيطلع منهم نسخه مختلفه تماما لما بنوصل للمراحل المتقدمه من كاس العالم، او حتى لما بندخل الاجواء بتاعت كاس العالم. محمد هاني وحسين الشحات عليهم يعني امل كبير جدا من الجبهه اليمنى، والناحيه الثانيه طبعا احمد عبد القادر وعلي معلول. وخلاص احنا حفظنا الجبهتين دول، وباذن الله يكونوا متواجدين. ومش عارفين مين اللي بصراحه اللي هيلعب راس حربه، بس كلنا ثقه في النادي الاهلي ومستنيين منه طبعا ان هو يوصل للادوار العاليه بقى في البطوله. احنا خلاص ما بقيناش اللي هو عايزين نشارك في البطوله، لا ده خلاص ما بقاش موجود، احنا خلاص بقينا بنشارك تقريبا كل سنه. فاحنا دلوقتي مستنيين الذهبيه،
ريال مدريد اللي معانا في البطوله مش احسن مننا، احنا دلوقتي عايزين البطوله زينا زي ريال مدريد. ودلوقتي الحق يبقى مشروع جدا، انت في اولى مباراتك هتلاعب اوكلاند سيتي وانت متفوق عليه. تاني مباراه فرقه كده أنا اصلا اول مره اسمع اسمها برضو ان شاء الله هنكسبها وهنعدي منها، وهيبقى المباراه الفاصله هتكون بيننا وبين ريال مدريد، وباذن الله برضو نكسبها ونلاعب فلامينجو او الهلال السعودي الشقيق في النهائي ونفوز عليه برضو عادي يعني، ونوصل في الاخر لنرفع الذهبيه كده ويبقى معانا الذهبيه الاولى في تاريخ النادي. وده باذن الله يحصل. وخلصت حلقتنا، وما تنساش تعمل لايك والسبسكرايب للقناه